جنايدن سفجلار. هذا الفيديو بلشت به بصباح الخير بالتركي. ليش؟ لأن هذا الفيديو راح يكون لعشاق الأكل التركي، بالذات وجبة الفطور، اللي أكثر الناس اللي تتابع المسلسلات التركية أو اللي رايحة سياحة تركيا تعرف أن وجبة الفطور في تركيا هي وجبة غنية ومتنوعة ورائعة جدا. راح أسوي لكم إياها بطريقة مبسطة كلش وسهلة ومتنوعة. بس قبل ما نبلش حبايب، يا ريت لو تشتركون بالقناة بالنسبة للأخوة اللي يشاهدوني لأول مرة، والأخوة المشتركين يا ريت حبايب تضغطون على زر الإعجاب وتفعيل جرس الاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من القناة. ويلا بينا نبلش أحلى فطور تركي. أول شيء طبعا هو يعني هو متنوع جدا. أنا اختاريت يعني آيتمات شغلات معينة من عنده، لأن إذا أريد أسوي كل الوجبة، كل الأشياء اللي يقدموها هم الأتراك على وجبة الفطور الصباحي، يعني راح أحتاج بعد ميزان من هذا. أول شيء راح نبلش أكو هذا يعني بلشنا بطبق هو بالأصل طبق يوناني، اللي هي الخضروات بالجبنة الكيفالوتيري. جبنة الكيفالوتيري هي جبنة يونانية من حليب الغنم، لذيذة جدا ودسمة جدا. أول شي حبايب تشوفون نختار فلفل ألوان، أخضر أصفر أحمر اللي يعجبكم، أي ألوان فلفل موجودة عندكم نقطعها بهالشكل هذا مربعات متوسطة الحجم. راح نحتاج إلى طماطة نقشرها وأيضا نقطعها مكعبات، نخليها بفت فخارة مال فرن، خاصة مال فرن. نضيف عليها يعني ما تحتاجون نضيفون ملح، لأن أصلا جبن الكيفالوتيري هو جبن مالح جدا. أنا هنا اختاريت الكيفالوتيري وخليت شوية من جبنة الكشكفال. الكشكفال هو أهمنا جبن مال غنم، بس شوية يعني يكون طري أكثر والدسامة مالته أكثر، بس الملوحة أقل، فخليتهم اثنيناتهم. رشيت الخضروات برشة بسيطة من الأوريغانو، زعتر البري، هذا هو الأوريغانو. وهسه نخلي على الوجه ننثر عليها الجبن اللي برشناه. تحبون تخلون كشكفال أو قشقوان مثل ما تريدون، بس هي الوصفة الأصلية وهي كيفالوتيري. خليت الفرن على درجة 400 فهرنهايت، اللي ما يعادل 200 تقريبا. خليته بالرك الوسط، وراح أتركه بالفرن لحد ما يتحمر الوجه. شوكة ما يتحمر هذا هو. هسه راح نسوي الجزلمة بطريقة جدا مبسطة، لا نحتاج إلى عجن، لا نحتاج إلى شيبك ولا أي شيء. هسه راح أشوفكم الطريقة في فيديو ثاني، فيديو شورت قصير، ممكن أخلي لكم الرابط وتشوفون الطريقة مالته. أنا هنا دا أختصره. هذه الحشوة مالته مثل ما تشوفون، سبيناغ وبصل مفروم وجبن فتة، وتخلوا لها شوية توابل. على صاج مثل هذا أرش بزيت الزيتون، والخليط مالت الطحين والمي سويته مثل خلطة الكريب. تعرفون الكريب الفرنسي نفس الخلطة مالته تقريبا. أخلي شوية واحدة من الأوجه شوية تصير يعني بيها فقاعات، أقلبها وأخلي الحشوة بداخلها بهالشكل هذا. طريقة جدا سهلة. الجزلمة التركية هي معروفة، يعني يسوون منها عجين وبالشيبك لازم يفتحوها وتصير كلش خفيفة، متعبة. أنا أشوفها متعبة الصبح واحد يسويها، فهي طريقة أسهل يسوون بيها الجزلمة. من أطيب المعجنات اللي تنأكل الصبح على الريوق بالنسبة للأتراك الجزلمة. تشوفون الوجه مالته يحمر، تقلبوه بعدين تمسحوه بقطعة من الزبد وتقلبوه للوجه الثاني، نفس الشيء تمسحوه بالزبد حتى يعطيه طراوة وطعم. وبهالطريقة خلصت أول وحدة. أكو مثل ما قلت لكم فيديو منفصل، فيديو قصير بالوصفة كاملة مالت الجزلمة. وهسه طبعا ويا الفطور التركي لازم طبق الخضروات، السلطة اللي هي عبارة عن خيار وطماطة، ممكن تضيفون فلفل أخضر إذا تحبون. ماكو يعني
مائدة في يعني الصبح عندهم عند الأتراك تخلو من السلطة هذه. لازم أكو طماطة بالموضوع، لازم أكو خيار، فلفل مرات يخلون، فترشون بيها رشة ملح وترشون عليها زعتر ونعناع ناشف وتعصرون عليها ليمونة. خليت شوية زيت زيتون على الوجه، عصرة ليمونة خفيفة، وخليت شوية نثرت عليها دبس الرمان. هسا راح نسوي الأكلة الأضبط عندهم بالريوق اللي هي منمن، اللي الشاميين يسموها شكشوكة أتصور، هي نفس الفكرة تقريبا. أيضا أكو فيديو منفصل، فيديو قصير يشرح تفاصيل هذه الأكلة اللي عبارة عن خضروات مثل ما تشوفون، فلفل أخضر وأحمر وبصل وطماطة، كلها نحمسها بزيت زيتون وزبد، ونخلي لها صلصة طماطة زائدا ملعقة كوب من معجون الفلفل وملعقة كوب معجون طماطة، نحمسها كلها ونضيف التوابل ونخلي لها البيض. بهالشكل أكلة كلش بسيطة ولذيذة جدا جدا جدا. أنا ما أحب البيض وما أكله، بس بالمنمن يضيع طعمه أصلا يعني. وهاي هسه خلص التحضيرات مالتنا. هذه الطبق الخضار بالكيفالوتيري بالجبنة طلعناه من الفرن. هذا طبق مال أجبان متنوعة، أي نوع يعجبكم تنثرون عليها حبة البركة. وهذه الجوزلمة خليت وياها شوية بوتيتا مقلية أصابع. هذا المنمن ريحته طبعا خرافية، ريحته ترست البيت. إن شاء الله تكون الوجبة هذه عجبتكم. وهاي بيض بالباسترما، أحب أقول لكم إنه هاي الباسترما بيتية صنع إيدي. اللي يحب الوصفة هذه ممكن أنزلها، بس كتبوا لي بالتعليقات جوا بصندوق الوصف. وألف عافية.